صراحة طريقة واحلى طريقة لعمل كنتاكي. ايه رأيكم في الجمال وفي الروعة وفي الفراخ من جوه بيضة وحلوة ومستوية، وما نقولش ايه ده نية ده فيها دم ويتأذونا فيها وكده. احلى طريقة، واعملي بطريقتي وقولي لي ايه رأيك. وعملنا منها شوربة حلوة تنفع لأي حاجة تاني. وشكرا شكرا لكم جميعا، وما تنسوش اللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة. وشكرا لكل اصدقائي. عملنا 14 حتة من كيلو من الفرخة الواحدة. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال. يلا نعمل مع بعض النهارده بقى ايه كنتاكي. انا جبت فرخه غسلتها ونضفتها حلو وقطعتها يعني قطع كتير. شوفوا الوركه قطعت على 4 قطع. الوركين قطعتهم 4 قطع، دبوسه لوحديها والفخده لوحديها وشقه الزلموكه مع بعضيها. وهنغسل الفرخه بدقيق وملح وليمون وجنزبيل وقشر برتقال وكل ده معانا. انقع الفرخه دي فيه والملح كتير وسكر، كل حاجه حطيتها في حبه الميه دول. والفرخه بتاعتي الجميله دي اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنسيبها منقوعه كده ساعتين واقول لكم هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. معانا شويه ميه قليلين بيغلوا معاهم، هحط فيهم بصلتين وطماطمتين حبيتين قوطه. هحط فيهم البهارات، بهارات فراخ، فلفل اسود حبهان، حبه كزبره صغيرين، حبه كركم، حبه بابريكا، جنزبيل، كمون، توم. مقطعش كمون، مبحبش الكمون في الحاجات دي. دول هيغلوا في بعض اهو. وتعالوا شوفوا الفراخ بتاعتي بقى عملت ايه. غسلتها بقى، شوف اللهم صل على النبي، بقى بيضه وجميله، ونقعتها ساعتين وزياده في الميه، وشايله الجلد من على الحتت اللي هي بتاع الصدر خالص كده اهو. واحط فيها، انا هسلق فراخ دي سلق كامل يا جماعه، مش هعملها ايه اللي هي نصين دي، مش هعملها نص ستيك ولا احطها في الميه واطفي عليها والكلام ده، لا. انا هسوي فراخي تسويه كامله. وهنعمل احلى كنتاكي بالبهارات الجميله اللي حطيناها التتبيله دي. وهنسوي فراخنا. شوفوا الشوربه يا دوبك مغطياها، مفيش حاجه زياده اهي. شوفوا مش مكتره الميه، اغطيها واسيبها تستوي. الفراخ بتاعتي بتغلي كويس كلها اهي. اوطي عليها بقى النار شويه عشان العصاره بتاعتها كده ما تنزلش على النبي. طلعنا الفرخه بتاعتنا مستويه سوا حلو. هنفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ هنحطها على الدقيق اللي حطيناها في الشوربه. والشوربه زودتها شويه، سبتها تغلي. عايزه تحطي منها على طبيخ، عايزه تعملي، هناخد منها بقى قد ايه. ظبطنا البهارات بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الفراخ بتاعتنا بالطريقه دي كده في الدقيق. وهنعمل ايه؟ وهنغطي عليها بغطا علبه كده ونرجها كده. واروح جايه منفضه كده واحط في الشوربه، احطها في الشوربه واطلعها من الشوربه تاني على الدقيق. واعملها تاني كده عشان تديني فراخ كنتاكي اللي هي فيها ايه الوبره العاليه دي. وهنروح اعملها تاني كده. وكده بقى الفراخ بتاعتي اطلعها بالشكل ده وانكتها كده. شفتوا بقى عملت الوبره اهي. هعمل بقيتها بقى كله على كده اهي. عملت الوبره اهي. هنعملها بقى كلها على النظام بتاعنا ده. عايزين تحطوها في الشوربه تاني، بس احنا بقى مش عايزينها ناشفه قوي عن كده. خلاص على كده بقى نكمل. حاطين بالصلاه على النبي بقى الزيت بتاعنا، حاطين زيت كتير. شايفين الحته عامله ازاي؟ وكده فرختنا يا دوبك تتحمر ونطلع، لا هنقول فيها دم ولا اي حاجه. شايفين المنظر؟ والزيت ده ممكن نستعمله في تحمير حاجات تانية يا جماعه، ما بيترميش. يستعمل في بانيه، يستعمل في كفته، حاجات من دي. تعالوا بقى بالساعه نمسك الكنتاكي بتاعنا من ناحيتين حاجه حلوه ولا قعدنا بقى نسوي نص ساعه ولا تلت ساعه. ايه رايكم في الطريقه دي؟ ايه من كل ناحيه. هنطلع ونحط تاني. بالصلاه على النبي، الله اكبر. شايفين الله اكبر طالعه كنتاكي ولا لا؟ ايه كنتاكي كنتاكي ومستويه سوا حلو ومتحيقه حلو ومظبطه على الاخر.
وكده احسن ما نشتريها من كنتاكي، واحسن ما نعمل ايه فراخ نيه ونقعد نسوي فيها في الزيت ساعه والكلام ده كله، او نحطها في الميه تنزل العصاره بتاعتها، الميه المغليه دي بتنزل العصاره بتاعتها وما بتستويش يا جماعه. حلو كده بقى، احلى حاجه تعملها بالطريقه ديت وتخلصي.